جامعة قناة السويس نقدم لكم نشرة أخبار فبراير 2023. الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مشرفا ومحكما لرسالة ماجستير بكلية الصيدلة. انتظام أكثر من 42 ألف طالب وطالبة بجامعة قناة السويس و1150 طالب وطالبة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وفق ما جاء بجلسة مجلس الجامعة المنعقدة مؤخرا. رئيس الجامعة ومدير كلية الدفاع الوطني يشهدان حفل تخريج الدفعة الثانية لدورة الاستراتيجية والأمن القومي. الدكتور ناصر مندور يهنئ الدكتورة داليا منصور لصدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدا لكلية الطب البيطري لفترة ثانية. مندور يفتتح معرض الكتاب 32 بمبنى الأنشطة الطلابية. رئيس الجامعة يتفقد مبنى العيادات الخارجية الجديد ويعلن قرب الانتهاء من تجهيزات مركز رعاية صحة الأسرة. مندور يهنئ طلاب الجامعة الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقات الكونغ فو ورفع الأثقال للمكفوفين. رئيس الجامعة يعلن المشاركة ضمن قوافل جامعات إقليم شرق الدلتا والعلاج والكشف الطبي بالمجان. مجلس التعليم والطلاب يؤكد استعداد الكليات لعقد مؤتمراتها الطلابية اعتباراً من مارس الحالي والمؤتمر السنوي العام في 2 مايو 2023. مجلس الدراسات العليا يؤكد على تطبيق أخلاقيات البحث العلمي بالأبحاث العلمية المسجلة بالكليات. انطلاق المؤتمر الخامس لمكاتب الإبداع التكنولوجي والتسويق تحت عنوان دور ريادة الأعمال والتكنولوجيا في حل مشاكل المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية. طلاب جامعة قناة السويس يشاركون في ملتقى مجالس اتحادات طلاب الجامعات المصرية، وطلاب الإسماعيلية الجديدة الأهلية يشاركون في رالي مصر لريادة الأعمال. طب القناة تعقد المؤتمر الدولي الأول لزراعة الأعضاء. هندسة القناة توقع بروتوكول التعاون المشترك مع شركة بتروجيت. وإليكم الأخبار بالتفصيل. استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وأستاذ الصيدلانيات بكلية الصيدلة ورئيس جامعة قناة السويس الأسبق، معربا عن سعادته بالزيارة ومشيرا إلى أن الدكتور ممدوح غراب هو أحد أساتذة الجامعة التي تفخر بهم دوما. هذا وقد شارك غراب في مناقشة وتحكيم رسالة ماجستير بكلية الصيدلة عن تحضير وتوصيف بوادئ المنتشرات الدهنية لتحسين إتاحة أحد العقاقير الصيدلانية. أشار الدكتور ناصر مندور إلى انتظام أكثر من 42 ألف طالب وطالبة بكليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023 وانتظام 1150 طالب وطالبة بالإسماعيلية الجديدة الأهلية. ووجه مندور بتكثيف القوافل الشاملة بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة ودعم جهود الجامعة في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار. جاء ذلك أثناء جلسة مجلس الجامعة المنعقدة مؤخراً. شهد الدكتور ناصر مندور واللواء أركان حرب الدكتور محمد دسوقي مدير كلية الدفاع الوطني حفل تخريج الدفعة الثانية لدورة الاستراتيجية والأمن القومي بالتعاون بين الجامعة وأكاديمية ناصر العسكرية، وذلك بمشاركة 34 متدرب. استقبل الدكتور ناصر مندور الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري لتقديم التهنئة لها لصدور القرار الجمهوري بتجديد تعيينها عميدا للكلية لفترة ثانية، متمنيا لها التوفيق والسداد. افتتح الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث معرض الكتاب 32 بالجامعة بمبنى الأنشطة الطلابية، والذي يضم 30 ألف كتاب لعدد من دور النشر في مختلف المجالات: العلوم الأساسية والهندسة وعلوم الحاسب،
العلوم الإنسانية والمجال الصحي. أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن قرب الانتهاء من تجهيزات مركز رعاية صحة الأسرة بالمستشفى الجامعي. هذا وقد تفقد مندور مبنى العيادات الخارجية الجديد، والذي يضم 74 عيادة في مختلف التخصصات الطبية، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات به تمهيداً لافتتاحه خلال العام الحالي. هنأ رئيس الجامعة الطالب عبد الرحمن ياسر المحمدي بالمستوى الثاني بكلية التربية الرياضية لحصوله على المركز الثالث في الوشو كونغ فو، كما هنأ الطالبة رانيا بخيت المحمدي بالفرقة الرابعة بكلية التجارة لحصولها على برونزية البطولة. ووصل منظور التهنئة للطالبة هاجر خيري بكلية الألسن لفوزها بالمركز الأول وذهبية كأس مصر لرفع الأثقال للمكفوفين. هذه الأخبار تأتيكم من جامعة قناة السويس. أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة عن استمرار مشاركة الجامعة في القوافل التنموية الشاملة، وذلك ضمن المشاركة بمشروع القرن حياة كريمة. هذا وقد شاركت الجامعة في القافلة التنموية الشاملة بمدينة أبو غالب بمحافظة دمياط ضمن قوافل جامعات إقليم شرق الدلتا. وأشار مندور إلى استعداد الجامعة لإطلاق 6 قوافل طبية مجانية إلى طلاب المدارس بالإسماعيلية في إطار مبادرة صحتك تهمنا. صرح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن كليات الجامعة تستعد لانطلاق المؤتمرات الطلابية خلال مارس الحالي، وذلك تمهيداً لبدء فعاليات المؤتمر السنوي العام المنتظر عقده في 2 مايو القادم بعنوان واقع التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. جاء ذلك خلال جلسة مجلس التعليم والطلاب المنعقدة مؤخراً. أكد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للدراسات العليا، وأبرزها تطبيق أخلاقيات البحث العلمي بالأبحاث العلمية المسجلة بالكليات. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الدراسات المنعقدة مؤخراً. أعلن الدكتور ناصر مندور عن انطلاق فعاليات المؤتمر الخامس لمكاتب الإبداع التكنولوجي والتسويق بالجامعة تحت عنوان دور ريادة الأعمال والتكنولوجيا في حل مشاكل المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية من الصناعة. بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت شعار قادة المستقبل والجمهورية الجديدة، شارك طلاب جامعة قناة السويس بفعاليات ملتقى مجالس اتحادات طلاب الجامعات المصرية، والذي شهد لقاءات حوارية وورش عمل حول الأنشطة واللوائح الطلابية وريادة الأعمال. كما شارك وفد من طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال المقام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية بمشاركة 20 جامعة. انطلق المؤتمر الدولي الأول لزراعة الأعضاء بطب القناة تحت عنوان برامج زراعة الأعضاء بين الواقع والمأمول، وشارك به عبر تقنية الفيديو كونفرنس الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق. وقعت هندسة القناة بروتوكول التعاون المشترك مع شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت، إحدى شركات قطاع البترول المصري. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ناصر مندور بتطبيق استراتيجية الجامعة
التي تهدف لتأهيل الطلاب وإكسابهم المهارة الفنية التنافسية في سوق العمل من خلال التدريب الميداني. كانت هذه نشرة أخبار جامعة قناة السويس لشهر فبراير 2023، قدمها لكم إعلام الجامعة.